يا منصور لا تصيح بابو. يا بدوني هذا داخل ما تروح جلس هنا داخل. لا اخي جلس هنا. شوف يا حيوان. ايوه مالك يا اخي؟ بنصيح لك من اول ما رضيت تجاوب. يعني تلطم اخوك. ايش ما شل المقاضي للبيت؟ ها؟ ايش ما شل المقاضي كامله للبيت؟ مالك يا اخي؟ والله ان انا شليت لهم المقاضي كلها. وبعدها يا اخي هم قالوا لي غير الذي في الورقه، اشتري المقاضي الذي في الورقه، شليتهم كلها ما ازدفع اشتري مقاضي من عندي ولا كيف يا اخي؟ حرام عليك والله انه حرام عليك تلطمني الملطم هذا علشان مرتك. وعاد انت تكذب. يعني هكذا يا اخي اصبحت الاخوه عندك هكذا تلطمني وتهينني وتدافني هكذا على ميد مرتك. والله والنعم فيك لا وصلت معك الاخوه. والنعم فيك يا اخي. أخي الكبير بما قام بي وما عندي إلا هو سندي الوحيد بعد أبي، فليش بيعاملني بهذه القساوة؟ ليش بيصدق زوجته ويكذبني؟ بيضربني واصل ليش؟ يهينني ويضربني على أتفه الأشياء. بس لكن سهل الأيام ترجع تروي قيمتي وتعرفه إيش معنى الأخوة وإيش معنى إن الأخ يهين أخوه بسبب زوجته. وهذا أخي مهما كان ما للأخ إلا أخوه. كيف حالك؟ أهلا وسهلا. وين أخوك منصور؟ أخي منصور؟ أيوة إن شاء الله أشتيه أنا اليوم ضروري إن شاء الله إن ينفعه ضروري. موجود أخي منصور موجود في البيت. ليش؟ صابري الله ينصر له أنا أشي ينفعه اليوم ضروري. للبيت أيوة. هي يلا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا حيا الله مني. تفضل. إن شاء الله نحن نلقاه. إن شاء الله ما يهمك الحين أسير الديك. والله لا وديه من تحت الأرض. ما لك ريح بس. هاني بس ما يهمك. أيوة أخي. بواحد بيدور لك. قال لي ينفعك. من هو هذا؟ من هو؟ واحد نختلع عنده وذاك انا دخلت المجلس عندنا في البيت وجيت سلك ادور. الشدراء من هو؟ عاد درابي يا اخي اختينا انا عند البيت. عندك برد؟ يا يا اخي. يروح بدوني. هذا داخل ما تروح جلس هنا داخل. يا اخي جلس هنا. شوف. ما اشتدت له انا لا اشتدتي وعندي للزلط الحين ما اقول له. يا اخي وانا ايش دراني من عندك للصلاه؟ ما دراني انا بنعلم الغيب ولا كيف؟ ما اقول له الحين ما اقول له. الحين ما اقول له والله يبلعك بل. ما هذا الله ما اقول له هنا ما اقول له. لا وسهلا. لا اهلا ولا سهلا انا اشتي زلطي. انا داري يا اخي ان انت بتوني عامد الزلط لكن يوما 3 ايام وانا اتيها من عيني. انا ما دخلني انت هكذا بتمكنني قدوه بعد انا ما نش خارج مني الا بزلطي. تجي غدوه الصبح وانا واشيل اتي حكك وانا مريح لك حكك اتي كلام رجال انا اتي زلطك. سابر غدوه الصبح انا اجي لزلطي الصبح وهي موجوده ما عاد يستسر واجي زلطي الصبح. سابر هنا هذا الزلط كما الصبح يسهل الله صح. رجلي سلامات مالك؟ مالي طحست بالمثر مالي. وانت العيونك ما بتستضيق كتبت بالمثر. ما بالله يا اخي قرح التاري حق القداء وطحصنا ما نفعل. والله سابر، الحمد لله على السلامة. سابر الله يسلمك.
الله يسلمك الله يسلمك يا أخي. ما بالله رجلي دقيت رجلي. الحمد لله حديث تعوض سهلا مشينا. الشيك الليل ترقد بحي معانا عمل الصبح نشي نتخارج من الأرضية. كيف ارقد يا أخي؟ ايش من عمل وايش من رقدة وايش من بحين؟ مالك صلي على النبي. فأنا أقول لك أنا تحص بالمتربد بسر رجلي كيفيه وتشينا بكرة والله معك بالأرض أنت معك عقل. نشي عمل معانا الأرضية بعدها هو غير متهرق تلبت ما يقع بكى. أنت رجال وقت العمل عمل ما بصفى. ايش من خفيف يا أخي؟ أنت عندك شوية إحساس في أخوك ولا ماشي؟ أنا ما أعرف غدوة عمل الشيك تختار معي الأرضية وقت العمل عمل أنا ما دخلني. الله احنا واخي هذا يعني ما عاد بيقدر حالتي ولا عاد بيبصر كيف أنا ولا عاد بيبصر كيف أخوه. حسبي الله ونعم الوكيل بس. حسبي الله ونعم الوكيل. جيت هلا البيت اليوم حسب وعده حسب ما قال لي امس ان شاء الله ما اليوم اننا نلقى. يا منصور يا منصور ما بيصيح بابو. وينو منصور؟ ما بحد يروح له. هكذا وهو عدن يجي اليوم وعد يخرج للجاهل يهنجم لكن انا داري فرقه كيف اخرج الزلطي. واليوم يلا يا منصور إن هكذا تسوي بيت تضحك على الرجال لكن ولا يهمك أنا داري كيف أسوي بيت. هي ما أنت وعدتني لليوم ولا شكلك بتلعب على الرجال. أنا اشتي زلطي اليوم قد جيت لها ماشي تعلب زلطي. ما في بطني لك رحلك من هنا بطني لك نظيف يا نذ مش انت حق عزن. يا أخي صلي على النبي ادي للزلطي يهجعنا يا وانت أخي. ما دخلك انت انا رحلك من هنا لا صدق لك هذا وغير مبكبك حق لكفه. عاد أنا مبكبك وحق لكفي ولا ما أمشي إلا بزلطي ولا ما سبرت. يا أخي حافظك سر الشر يا أخي ما بيش داعي للعنف هذا والسلاح يا أخي خلونا بعيد عن المشاكل. أنا أوعدك جي العصر وزلطك معك لا آخر ريال جينا منين مشي ذا الحين يا أخي وجي زلطك وجي معك لا زلطك. يا محمد بيمكنني وما عدي وانت ريبه انا قذالي شهرا وانا اسير واجي زلطي مليون مع اختلاف زلطي ولا براسي وهو مكشته زلطي. مالك يا محمد بترفع المسدس علي وانت انه بيهينك اخوك ويذلك ويسمع بك عند الناس. خلينا نصافي انا واجر زلطي. عادي يهينني يذلني هذا أخي ما كان ما معي إلا هو بعد أبي الله يرحمه ولا عاد جيش أنت تهينني أنا وأخي يا أما وتطرح الآلي وتجيب زلطك العصر ولا والله لا خلي الأرض هذه تسقى من دمك. اسمعني هات هذا الآلي توكل عاد يجي هنا أخي قدام عيني هذا الند. سامحني يا أخي على الذي فعلت أنا وعلى المجابر التافهة والهذا والمسامحة منك يا أخي. ما مع الأخ لا أخو مهما طال الزمن. شوف يا أخي أنا داير إنك ظلمتني خيرات وعذبتني وخليتني أحس بشعور الوحدة. كنت أحس يعني إن ما بيش معي أخ في الدنيا هذه. كنت أقول أخي بيظلمني بيقهرني واصل بس صراحة يعني الواحد يرجع على غلطه والدنيا هذه بتعرف كل واحد معنى كلمة أخ. وأنا مسامح لك يا أخي من داخل قلبي.